في غلطة واحدة أو 2 أو 3 من اللي أنا هاقولهم في الفيديو دوّة أكيد أنت وقعت فيهم وأنت مش حاسس أو أنت حاسس أو أنت لسه هتُقع فيهم، فاهمني؟ فأنا باتنبأ لك بالمستقبل، وغلطات من دي بقى بتوقّفك مش بتوقّفك يوم، يومين، لأ بتوقّفك شهور. الغلطات في البرمجة ممكن توقّفك شهور، سنين، قطر السنين يعدّي بيك بقى يا باشا وأنت ولا بنيت حاجة ولا عملت أي حاجة، وبتقول أنا مستمر، أنا ملتزم. فأنا جاي أساعدك في الفيديو ده إنك ما تبطّلش المجال وتشتغل وتكمّل وتعافر في الطريق الصح بذكاء، مش باعافر وخلاص، مش مستمر وخلاص، لأ أنا باعافر وباتعلّم صح، باغلط مش باقول لك إنّك هتعرف الطريق الصح من الأول لأ، ما فيش حد يعرف الطريق الصح من الأول، بس دورك إنّك تحاول تعرف، تحاول تغلط عشان تعرف، ما أنت مش هتعرف غير لمّا تغلط. فأنا مش باقول لك إن الغلطات ديّة حرام إنّك غلطتها لأ، عادي أنا غلطتها وكلّنا غلطناها، أنا غلطت أكتر من كده كمان، بس الغلط هو اللي بيبني، هو اللي بيعرّفك أصلًا الصح، الصح مش هتعرفه غير لمّا تغلط، بس. ف خش على الفيديو بلاش كلام كتير. كان معاك مهند عمرو بوثّق رحلتي هنا في تعلُّم البرمجة، وأنا باتعلّم برمجة وخاصةً باتعلّم حاليًا الmobile development بflutter. آآ ف نخش في الفيديو على طول. لو أنت بقى بصّيت على الغلطات كلّها اللي أنا هاقولها لك دي، فهتلاقي فيهم حاجة غريبة أوي، إن كل واحدة توقّع التانية، يعني ال8 مرتبطين ببعض، ال8 غلطات مش كل واحدة منفصلة، مش كل واحدة لوحدها لأ، لو أنت غلطت في دي، فبالتالي هتغلط في التانية، فهتغلط في التالتة، فتغلط في الرابعة، فلازم تعرف ال8 كلّهم عشان ما تغلطش فيهم. أول ما بتبدأ يا صباح يا عليم يا رزاق كده تبدأ تتعلم برمجة، تخش في الكورسات، ده طبيعي، طبيعي إنك تخش في الكورسات، تتعلم، تذاكر، أنا باخد كورسات، عادي جدًا. تبدأ بقى أنت إيه، أنا باخد كورسات، أنا ياما باخد كورسات، أنا باخد كورسات برمجة أنا ياما باخد كورسات برمجة، أنا مهندس، أنا مبرمج، أنا اللي باصنّع التكنولوجيا فاهم؟ عشان بس شُفت فيديو hello world تقول الكلام ده بعدين. تبدأ أنا فالإيجو بقى عندك بيعلى لكن مع الوقت المعرفة بقى والإيجو والحاجات دي كلّها بتتحوّل بقى لسلسلة من الأفلام، مسلسل، بتتفرّج مش بتتفرّج على بتتفرّج على مسلسل. هات لي يا ابني الفول، هات لي مش عارف كذا بقى وأنا باكل، هات لي يامّا صدر الفرخة والرز وأنا باكلهم وأنا باخد الكورس فاهمني، باخد المسلسل مش الكورس فاهمني. تبدأ بقى تخلّص كورس، تلاقي التاني، تلاقي التالت. وممكن أصلًا تخلّص كورسين، 3 كورسات من نفس الحاجة اللي تتعلمها، يعني مثلًا تاخد 3 كورسات في C++. ليه ما تعرفش؟ يقول لي أصل مش عارف الكورس ده فيه حاجة، والكورس ده فيه حاجة تانية، حاسس إن التالت ده بقى هيعرّفني حاجة أنا ما أعرفهاش في الأول وفي التاني، تفضل في الدايرة دي. مع إن أنا عايز أقول لك والله يعني اعتراف بسيط إن أنت أقل كورس كافي، يعني مثلًا لو واحد بيشرح لك مفهوم في ساعة، وواحد تاني بيشرحه في 10 دقايق، أنا هاروح للي بيشرحه في 10 دقايق. وهنا أنت بقى بتقع في فخ بقى اللي هو الاستهلاك بقى، وعمّال بتستهلك tutorial hell عمّال تستهلك فاهم، يعني بقيت مدمن كورسات، أنا بقيت مدمن كورسات مش مدمن بقيت مدمن كورسات. ييجي مثلًا الحاج يقول لك إيه، طب ما أنت يا ابني بقى لك كتير بتتعلم كورسات وبتاخد برمجة أهي، طب ما تيجي تعمل لي system للمحل بتاعي والّا اعمل لي نظام كده يضبّط لي الدنيا. تيجي هنا بقى إيه، والله يا حاج ده أنا لسه ما خدتهاش في الكورس دي، يقول لك كورس مين؟ أنت بقى لك سنتين بتتعلم كنت لسه ما خدتهاش. ما هي ديّة مش بتيجي بالكورسات دي بتيجي من إنك بتطبّق وبتحل، فين الحل؟ والله أصل أنا بانسى يا حاج البرمجة دي والله. وفجأة تخش في بايثون تسمع بقى واحد بيقول لك بايثون لغة بتعمل لك كل المطلوب في الحياة، وده حقيقي طبعًا يعني، المهم تقوم داخلها، فجأة لأ C++ هكذا، تقوم رايح C++، فجأة HTML CSS JavaScript هتخلّيك تعمل أي front end web، أروح أتعلمها يالّا بسرعة، فجأة هاتعلم Flutter وDart يالّا، كل دول بقى إيه، بتاخد حتّة من دي، على حتّة من دي، على حتّة من دي، تيجي في الآخر مش عارف تبني أي حاجة. وطبيعي بقى في المشكلة اللي أنت فيها ديّة وإنك مش عارف تبني حاجة وبتستهلك مدمن ما شاء الله عليك مدمن مسلسلات كورسات برمجة. بتبدأ تخش بقى تنسخ بقى كورسات، تنسخ قصدي حلول، ما أنت مش عارف تحل بإيدك، فبتبدأ تخش بقى على ChatGPT تخلّيه يحل لك. بُص حلها لي بس ما تعرّفنيش، تقول له ما تعرّفنيش، يقول لك من عينيا حاضر، ويقوم مطلّع لك الإجابة نُصّها، تقول له طب ما تدّيني hint بسيط، الhint البسيط هيبقى بقى إيه بعدها hint في hint يدّيك المشروع كامل يا حبيبي، فاهمني؟ تاخده copy paste وتحطه عندك يا حبيبي، فاهم بس. تبدأ أنت ولا اتعلمت بلح ولا اتعلمت حاجة، فين أنت ما فيش فاهمني، يابا عملت لك السيستم،
ضرب السيستم ليه؟ والله يعني باظ بالاي اي. هنا تيجي مشكلة الاي اي. ما شفتش فيديو الاي اي؟ اطلع شوفه الاي اللي هنا او هنا، هنا اعتقد هنا تخلّص المشكلة ديّة تخش في المشكلة التالتة بقى. المشكلة التالتة تلاقي مثلًا أدوات زي GitHub وتتعلم Git أو وGitHub مثلًا. تقول لأ دي حاجات متقدمة بقى مش دلوقتي، مش هاتعلمها بقى قدّام وتهملها. ومع التشتت قلة الفهم والحاجات دي كلّها بتبدأ إن أنت تخاف تسأل أي حد، بتخاف تسأل أي حد خبير والّا أحسن يقلِّس عليك والّا أي حاجة من دي. تلاقي نفسك قاعد شهور وسنة بتضيع منّك، وتلاقي ناس في الآخر تطلع على السوشيال ميديا من الناس دي تطلع تقول لك والله أنا ما عملتش حاجة بالبرمجة، البرمجة صعبة. تلاقي واحد يقول لك أنا قعدت 3 سنين، تلاقي الناس بقى في الكومنتات بيكتبوا لك أنا والله قعدت 3 سنين في المجال ده وما لقيتش حاجة، ومجال زي الزفت وقعدت 3 سنين، 3 سنين بتاع فيهم إيه والله باخد كورسات كتير أوي فاهم. أنت بتبتدي كده، وده بالتالي بيوديك للكارثة اللي بعديها بشكل طبيعي جدًا. طبيعي قُلت لك سلسلة ماشية. تبدأ تفوق بقى لنفسك تقول أنا لازم أعمل حاجة صح من الأول، لازم أعمل كل حاجة صح من أول مرة. تبدأ بقى تخش تمسك الكود تدقق في أدق التفاصيل، تدقق في حاجات عبيطة أوي، تدقق في حاجات متخلفة، حاجات صغيرة أوي مش هتفرق في أي حاجة. تراجع الكود وتغرق في المثال. أنت عايز بقى تعمل كود clean، كود clean كود فاهم، حاجة ما حصلتش. يعني واحد عنده سنين من الخبرات أنت عايز تقلد الكود بتاعه وأنت لسه مبتدئ. مش باقول ده غلط، بس أنت بتبقى مهووس بحتّة إن أنت تعمل كود شكله جميل. وده بقى بيوديك لنقطة غلطة، وهي إن أنت ما بتطلّعش منتج، ما بتطلّعش حاجة تفيد الناس، أنت عمّال بس مهتم بالشكل. وآخر حاجة بقى وهي إنك بتهمل الcommunication، العلاقات. تبدأ تشوف تبدأ بتذاكر لوحدك، بتعمل حاجات اللي هو ما فيش حد. أنا مش باقول لك إنك تنتظر حد يشجعك يعني عشان تبدأ، لأ الكلام ده هطل يعني. أنت بتشجع نفسك، بس يبقى على الأقل حواليك community، ناس تبدأ تشارك معاهم، تتكلم معاهم. زي ما أنا مثلًا هنا باعمل محتوى، فابدأ إن أنا أشارك معاكم الحاجات اللي أنا باتعلمها، الحاجات اللي أنا الأخطاء اللي أنا غلطت فيها، الحاجات دي كلها أنا غلطت فيها. تمام. بس حتّة الكورسات دي الصراحة أنا ما غلطتش فيها، لإن أنا من أول يوم برمجة الصراحة أنا كنت باطبّق، ومن صغري وأنا كنت باطبّق في البرمجة يعني. فالحكاية دي يعني أنا عندي في الفطرة يعني قبل ما أعرف إن ديّة حاجة صح يعني. دي بالفطرة يعني عندي. مهم تحاول إنك تبني محتوى، تتكلم مع ناس، تخش جروبات. حتى لو مستواك ضعيف، يعني مهما كان مستواك اعترف بيه، ما تفخّمش في نَفْسك، ما تكذبش. أنا هدفي هنا إن أنا أساعدكم بأي حاجة أنا باتعلّمها أساعدك بيها. أي حاجة باعرفها باتعلّمها باجي أساعدك بيها. حتى بإذن الله الفترة الجاية هيبقى في بإذن الله حاجات زي project مثلًا هاشتغلها قدّامكم عملي، وحاجات بC++ هابدأ إن أنا عايز أعمل حاجات عملية مش مجرّد نظري بس، لأ عايز أعمل حاجات عملية project حقيقية قدّامكم. إزاي باقدر إن أنا أذاكر صح، إزاي إن أنا بابدأ أحوّل أقل مصطلح وأصغر حاجة لproject كبير، إزاي باعرف الحاجة دي أستخدمها في إزاي الحاجات دي هتستخدمها، الحاجات البسيطة اللي أنت بتتعلمها مستهون بيها. فما تستقلش بأقل الحاجات، وحاول إنك اتعلمت for loop array أي حاجة ابدأ طبّق عليها حتى لو password generator أي حاجة. وصدّقني الفرحة اللي أنت بتجيبها بعد يا جدعان، الفرحة اللي أنت بعد ما بتحل problem معيّنة بتقعد دي المتعة في البرمجة بجد. إنك لمّا يقف قدامك مشكلة تقعد تعافر وتحل وتبحث وتدوّر في الdocumentation وتقلب الdocumentation كلّه، وتخش على جوجل وتبحث ومش عارف ومواقع وتسأل gemini وهنا ومش عارف إيه، وتلاقي الحل في الآخر وتحل البتاع ويطلع النتيجة صح، أنت بتفرح. عايز أقول لك إن دي أحلى فرحة بالنسبة لي. فنكون كده قفلنا الفيديو. وما تنساش تعمل subscribe وقُل لنا كده إيه رأيك في الإضاءة، الصوت، المكان، الدنيا يعني. قُل لنا رأيك في المحتوى وملاحظات مثلًا عشان نطوّر منها أكتر. بس، وسلام. subscribe.